ببقى ماسك الياقه وببتدي بالحته دي ببتدي اخبطه على ودنه. اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج هاو تو 3. برنامجنا متخصص في الحيل المنزلية والحيل الحياتية والحيل الاجتماعية، وأي سؤال أنت محتاج ليه حيلة سيب لنا في الكومنتات تحت إيه السؤال اللي بيحيرك. ونبدأ بأول سؤال معانا النهاردة. محمد حسين بيقول إزاي أشغل المروحة؟ أنت عارف يا محمد، قبل ما أقول لك إزاي المروحة بتشتغل، أنت عارف إيه هي المروحة؟ المروحة دي عبارة عن شيء مدور معمول عشان لو أنت حران يجيب لك هوا. شفت الحلاوة؟ شفت قد إيه الموضوع مبهر؟ ويلا بينا أقول لك إزاي تشغل المروحة. بص يا محمد، هي دي المروحة اللي إحنا بنتكلم عليها، وهي بتبقى شكل دائري جواه بلاستيك بنسميه الريش عشان نشرحها دلوقتي، وبيبقى فيه زراير بالمنظر ده. كل ما انا محتاج اعمله ان انا ادوس على الزرار، في 1 2 3 4. طبعا انا مش قادر اشيلها اكتر من كده. ال1 2 3 4 دول السرعات، 4 هي اعلى حاجه، 1 هي اقل حاجه على حسب انت حران قد ايه. بروح دايس على الزرار كده، وبكده اكون قلت لك ازاي تشغل المروحه. تاني سؤال معانا النهارده جه من الاستاذ باسل، بيقول لي في فيديو الكوبايات اللي انا كنت عملته ازاي تحط الكوبايه في الرف، بيقول لي هي ليه الكوبايات بتتحط في الرف مقلوبه؟ وانا شايف ده سؤال حلو جدا. تعالى نشوف ليه الكوبايات بتتحط في الرف مقلوبه. اولا لو انا عندي دي الكوبايه ودي الميه مثلا، فانا دلوقتي لما بحب اشرب بصب كده الميه في اتجاه الجاذبيه، فالميه بتنزل في هذا الفراغ المدور عشان ما تقعش على الارض، وهو ده الاختراع بتاع الكوبايه. طيب انا شربت الحمد لله. لو هسيب الكوبايه في المطبقيه او على الرف بقلبها ليه؟ عشان اللي حصل دلوقتي ده، ان الميه تنزل مع اتجاه الجاذبيه فالكوبايه تصفي الميه بتاعتها، وبالتالي احنا بنسميها صفايه. ليه؟ عشان بتصفي الميه. انا شخصيا ما اعرفش ليه احنا بنصفي الميه في حين ان احنا هنبلها تاني، بس هي دي المعلومه اللي عندي. لو حد عنده معلومه احنا ليه بنصفي الكوبايه من الميه في حين ان احنا هنملاها وهنبلها تاني، يا ريت يقول لنا في الكومنتات. سؤالنا اللي بعد كده من صديق البرنامج محمود خطيب، وهو بيقول لنا ازاي اربط الكوتشي كما الفيونكة. ده سؤال حلو جدا، دايما الناس بتتلخبط في الموضوع، بس هو في الحقيقة الموضوع سهل جدا. طبعا قبل ما بلبس الكوتشي محتاج البس الشراب الاول، وفي فيديو الشراب ممكن تروح تبص عليه، هسيبه لك هنا او هنا. وبحتاج كوتشي بالمنظر ده اهو. الكوتشي معايا اهو، انا عندي طرفين للرباط. اول حاجة بعمل عقدة كده، تمام اهي بالمنظر ده، وبعدين بعمل دورية اهي، دورية، بعمل دورية كده، وبعمل بالمنظر ده دورية جواها اهو. ليه بعمله فيونكة؟ عشان ما يتفكش. السؤال اللي بعد كده جاي لنا من استاذه رغده جلال، بتقول لنا اعمل ايه لو جرس الباب رن؟ الموضوع بسيط جدا. تعالي يا استاذه رغده نقول ان جرس الباب رن بالمنظر ده. فانا اول ما سمعته هنتبه، ابص على الباب كده، وبعدين هروح قايم اهو بالمنظر ده. وبعد كده لو حضرتك فاكره الفيديو بتاع ازاي افتح باب الشقه، احنا بنجمع بقى البازل اهي، الدنيا ابتدت توضح معانا. بجيب الفيديو بتاع ازاي افتح باب الشقه والحم الحيله دي في الحيله دي، فبالتالي كده ابقى انا عرفت مين اللي رن الجرس. اشوف بقى اذا كنت هستقبله او لا، وممكن في ظروف اخرى ابص من العين السحريه. لو حد عايز يعرف ايه هي العين السحريه يا ريت يقول لي في الكومنتات. وفي اخر سؤال في حلقتنا النهارده، سؤالنا جاي من الاستاذه رندا عصام. رندا الحقيقه بتسال سؤال شيق جدا، بتقول ازاي اخلي يسمعوني؟ وانا في السؤال ده هستعين بصديقي المهندس شاكر سمير جلال، هو المهندس المسؤول عن الصحه والسلامه.
اولا حابب اشكر اسره هاو تو 3 على استضافتي في البرنامج. طبعا يا استاذه رندا، سؤال حضرتك غايه في الجمال والروعه، وطبعا ده موقف بيقابلنا كتير. عاوز اقول لحضرتك من مبدا الصحه والسلامه، كل سنه وحضرتك بالصحه والسلامه، ده مبدئيا. وهنبتدي نتعامل مع الموقف ده ازاي. اولا لو انا قابلت بمسكه من الياقه، يعني بمسك كده من ياقه القميص، وبكلوه ايدي من جوه كده، من الحته المجوفه دي ببقى ماسك الياقه، وببتدي بالحته دي ببتدي اخبطه على ودنه بالمنظر ده. طبعا مش جامد، انا بس بنبهه، بخبطه على ودنه. اول ما بحس ان هو سمعه اتاثر ببتدي اقول له حضرتك سامعني؟ في الغالب الأعم بيبتدي ينتبه ويركز ويبقى سامع حضرتك. لو ده ما حصلش، في حلول أخرى ولكن بتبقى أدفانسد شوية، فممكن حضرتك تجربي وتقولي لي في الكومنتات إذا كانت الطريقة دي نفعت ولا لأ، ولو ما نفعتش ممكن نقترح على حضرتك حلول بديلة. ميرسي جدا، وكل سنة وحضرتك وحضراتكم جميعا بالصحة والسلامة.